هاي هاي هاي، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ طالعه اقول كلمتين في السريع المريع الخطير لصاحبه اللي هي ايه دايما بتتكلم عن شخص واحد. يعني اي انسان ماسك في شخص واحد وبيقول انا بنتقد، لا، ده انسان مأجور. شوف انتي بقى مأجورة من مين؟ اذا كنا احنا، اما انا مثلا طلعت وبقول كلمة حق، فبتقول ايه؟ القنوات المأجورة. الله، طب وانتي يعني ما تكونيش انتي كمان ليه مأجورة برضو من اعدائها؟ بس كده يعني اكيد انتي كمان مأجورة. يعني معنى كده ان كل واحد بيطلع يمسك في حد هو مأجور. خلاص كده انا فهمت ان كلنا مأجورين. واقسم بالله ان انا ولا اعرفها ولا اعرفك ولا اعرف حد ابدا، بس انا بقول كلمة حق وشهادة حق، لان في مجموعة كده ماسكة فيها قفشاها زي ما يكون لقوا كنز وطالعين عليه. فانا يعني من حبي وان دي انسانه يعني ما ظلمتش، خلاص انتي كمان مأجورة وانا مأجورة وكلنا ايه، عالم مأجورة بنتأجر على بعض. ايه التفكير الغريب ده؟ هو اللي بيقول كلمة الحق دايما كده واقفة كده في الزور، محدش بيقبلها ولا حد بيحبها. اما انا قلت ان هي تتجوز بنتها بقيت انا مأجورة، واللي بتدافع عنها مأجورة. ما هي لازم تدافع عنها لان هي يعني ست واقعة في وسط ايه، مجموعة غيلان وعمالين ايه، لان هي بتقول جايبة مليار مشاهدة. فطبيعي كلكم عايزين، ودي حقيقة في السوشيال ميديا، كل ما حد يكون ناجح كل ما اعدائه بتكتر، وكل ما ايه القنوات البيب بيب 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 بلا 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 دي بتطلع ايه، تنتقد. وهي الولية والله العظيم انا ما بشوف عندها اساسا اي حاجة حد ينتقدها. معظم كلامها ليها اللي ليها وعليها اللي عليها، معظم كلامها تافه اساسا ولا حد يقعد يركز فيه. بس يعني انا ولا اعرفها ولا اعرفك يا حبيبتي، هو اللي بيقول كلمة الحق في الزمن ده بيبقى مأجور. ما تشوفي انت بقى، يمكن انت مأجورة، ما هي اكيد برضو ليها اعدائها كتير. وانت ايه، بتاخدي بالساعة ولا بتاخدي باليوم ولا بتاخدي باللايف؟ شوف انت بقى، ايه ده؟ هو اللي يقول كلمة الحق بقى مأجور؟ قال طلعت تقول قنوات المأجورة، كانت ماسكة في واحدة بس فايه، باين ضمتني لحزب المأجورين ولا ايه؟ ليه يا ماما؟ انا ما بتأجرش، انا بقول كلمة الحق، محدش يعرفني. شوفوا انتوا اللي بتحطوا ايه نماركم، انا كنت حاطة ايميل الفيس بتاعي على الصفحة، اما لقيتكم والاعداء، ما الاعداء كتير في المجال ده، بيعملوا لي ايه، على مخالفات على الصفحة اللي انا بحبها. قاعدين يعملوا لي مخالفات على الصفحة اللي انا بحبها، فرحت شايله من على الصفحه. يعني انا اساسا مفيش حد بيعرف يتوصل لي، مين هيتوصل لي؟ هم؟ ولا حتى نمره تليفون الا ايميل. وطبعا معظمكم ما بيستعملش ايميلات اساسا، كلكم بتحبوا المباشر كده. بس بقى يا حزب المأجورين، كلنا كده حزب مأجورين. هو احنا كده حزب المأجورين. هو ايه ده؟ ايه المأجورين ده؟ هو انا قلت لكم انا ما حدش يعرفني نهائي على السوشيال ميديا، حتى يعني طالعه بفلتر ومعترفه، ويمكن الصفحه واقعه من ساعه ما قلت طالعه بفلتر. مش عايزه اطلع بوشي، اعتبروني وحشه، اعتبروني اي حاجه، انا مش عايزه اطلع بوشي، انا حره بطلع بفلاتر. والصفحه واقعه بسبب كده، يعني بيقولوا اما بتطلع بفلاتر الفيديو ما بيظهرش قوي، مع انه هو وشي. يلا انا حرة اطلع بفلاتر، انا مش عايزة اطلع بوشي، مش عايزة حد يعرفني. انا ست قاعدة، ما عنديش عربية، ما عنديش حياتي الخاصة، قاعدة في عمارة كبيرة، فلازم اطلع بفلاتر، امشي والناس تعرفني، حد يتقصدني. انا ما عنديش بودي جارد هنا ولا المأجورين، وهي اكبر واحدة مأجورة خلاص، رسخت في ذهني ان انتي كمان مأجورة زي المأجورين. اصلي ما فيش حد ماسك في حد كده، اعتبريها دي ست، يا ستي ست لوحدها وفي غربة، خديها صديقة ليكي، مش لازم انتي ايه قاعدة لها على الواحدة. حاجة غريبة دي والله يعني، وانا مش بدافع عنها حبا ولا بتاع، بس انا ما بحبش الظلم. ليه تظلميها؟ ليه قاعدة لها على الواحدة؟ حرام يا شيخ، مفيش حد قاعد لحد كده. من ترصد عيوب الناس، يعني دي حاجة كبيرة، دي من الكبائر. ايه قاعدة مترصدة لها كل كلمة، كل همسة، كل نظرة. حتى الشات اللي كان بينها وبين جوزها طلعت تحكي فيه، بقاله 50 سنة، بقاله ده جوزها سايبها بقاله سنة يوري. حاجة غريبة، ايه ده فعلا كرهوا الناس تطلع بحياتها
بجد بقول كرهوا الناس اني واحده زيي فعلا اخاف اطلع بمعلومات عني. ايه ده؟ انا اخاف خوفوا الناس قاعده بس. لا وهي بشراسه، يعني بشراسه بتطلع وبتتكلم بغيظ تقولش يعني قتل لها قتيل. انا مش عارفه ايه الكره والحقد الغريب ده. بس بقى يا حبايبي يا حلوين، اشوفكم في فيديو جديد. سلام، باي باي.